السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل والهنا والسعادة ورجوع المدارس على عيونكم. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش اللايك والاشتراك وكملوا معايا الفيديو للآخر. وأخيرا رجعنا بيتنا وكان بقالنا 10 أيام برا. فعايزة أقولكم كنا جايين مرهقين والطريق كان صعب جدا بما انه كان اول يوم مدارس. فرجعت كده كنت سايبة كل حاجة نظيفة، ولكن طبعا الشبابيك كانت مفتوحة فالأرض كانت عليها كمية تراب اصلا رهيبة. دي الارض متخيلين بقى بقية الحاجة، متخيلين الشباك اوريهولكم شوية. كانت الدنيا بايظة خالص، وبصراحة كنت جاية مرهقة ولكن ما كانش ينفع اقعد لان انا كنت خايفة بنتي تمسك اي حاجة وكده. فحطيتها على الكنبة كده وقعدت احايل فيها واديها لها الموبايل تلعب شوية. هنا كده كنت اديت كنسة خفيفة وبدأت كده ان انا امسح بالشرشوبة، وطلبت اوردر كده من السوبر ماركت. ودي حاجات انا كنت مشترياها علشان خاطر الديكورات بتاعه الجزء اللي انا فوق البوفيه اللي انا عايزه اعمله لكم. انا بس بوريكم كميه التراب، انا ماشيه بس في تراب يعني غرقانه في التراب. فقلت مش مشكله ان شاء الله هنعمل كل حاجه. المرايه زي ما بوريكم كانت متبهدله خالص. وطلبت خضار كده فكان جه، قلت بقى اشيل الحاجه اللي انا جايباها دي اوديها المطبخ وابدا انضف كده والمع. لمعت المرايه ومسحت طبعا البخاخ اللي انا عايزه اقول لكم اللي انا عاملاه اللي هو كلوريكس الوان وخل ده حرفيا اسعفني. برشه على الفوطه وبمسح بيه الخشب، بمسح بيه الازاز. ما شاء الله اللهم بارك، بينضف وبيعقم ومخلي الدنيا زي الفل. هنا كده قمت نظفت كل حاجة والريسبشن كانت نظف الحمد لله. فشغلت قرآن كده وقلت اعلي الصوت واحاول انيمها بقى شوية. دخلت على غرفة النوم حرفيا كانت متبهدلة، شغلت المكنسة شفطت بس، وزي ما انتم شايفين التسريحة كانت بايظة وطبعا الدنيا كانت متبهدلة وفي غسيل وكده. شفطت بس كده. عايز لكم انا كل ده بعمل وانا لابسة هدومي، يعني انا بالهدوم اللي انا جاية بيها، بس ما كنتش عارفة اقعد بصراحة. هنا كده كنا دخلنا نمنا شوية، وبعد كده صحيت بقى فضيت الخضار في الأطباق البلاستيك دي طلعتها من الأكياس. وجبت حاجات كده علشان خاطر افطر. فجبت كده جبنه ولانشون وعيش وشيبسي. وانا عايزه اقول لكم والله انا مقاطعه، بس السوبر ماركت بعتهم وانا بصراحه كنت مفرهده، ما كانش فيه حل ان انا اقول له رجع الحاجه تاني. فهنا كده حضرت فطار سريع، يعني عملت كوبايه نسكافيه وسيحت جبنه رومي كده مع اللانشون وقطعت خضار. وحطيت كده الموز هنا. شكلي يعني السبت ده شكلي هنفضيه بقى ان شاء الله. هطلع المجات والحاجات اللي فيه دي علشان خاطر خلاص الشتا جت، فهنحط الفاكهه عادي. كنت فطرت كده، وبصراحه بما ان عندي تنظيفات كتير فما كنتش هعمل اكل. قلت بقى اجيب سمك جاهز من بره، وعملت كده بس رز ببصل وشويه سلطه. شايفين علشان البصله متحمره فكل الميه ما هتغلي هتلاقوا الرز بيتحول للون البني يعني. عملته كده وكنت مشغله الغساله، فكان خلاص الغساله فاضل لها 3 دقايق وتفصل. طلعت الغسيل اللي فيها وبدات كده ان انا انشر. عايز اقول لكم ان انا حطيت في البانيو الكبير بتاع خديجه لان ما كانش فيه حاجه تشيل بصراحه كميه الغسيل دي. غسلت كده ونشرت، وبعد كده بقول لكم بس بصوا على الشباك. الشباك عليه كميه تراب رهيبه، انا اصلا ما كنتش متخيله ان هو كل ده موجود. فان شاء الله باذن الله لما اركب الستاره ارتاح شويه من كميه التراب دي. لان انا عايزه اقول لكم انا فعلا والله العظيم كاني ما بنضفش. هنا كان بقالي 10 ايام ما يعني ما نضفتش ومش موجوده في البيت. ولكن شوفوا كميه التراب رهيبه كأن البيت اصلا مهجور، وانا موجوده يوميا ايدي فيه وبرضه بيعمل تراب. فان شاء الله باذن الله الستاره تريحني. شايفين الفوط اصلا وش وظهر عامل ازاي. هنا كده كنت دخلت على الحمام، اديت له المسحه السريعه بتاعته وغطيت الغساله. والحمد لله يعني ما اخدش مني وقت، لو انا كده كده اللي هو بس الحوض والتويلت يعني. دخلت على المطبخ كنت خلصت يعني غسلت الاطباق اللي انا فطرت فيها وخلصت المواعين اللي كانت موجوده، ومسحت الرخامه مسحه خفيفه، والرز كان استوى. طفيت عليه كده بس وكنت مستنيه السمك يجي. فكان لسه الدنيا لسه بدري، فقلت بقى مش مشكله احط شويه خضار كده في الاير فراير يتشوي. يعني حطيت فلفل احمر وفلفل اخضر وتوم وبصل والبتنجان واديتهم رشه زيت كده ودخلتهم. انا عايزه اقول لكم اللهم بارك، يا اصلا السلطه دي بتتعمل جنب المشاوي اللي هي مش بابا غنوج، لان مش بحط عليها بصراحه طحينه ولا بحط عليها زبادي ولا اي حاجه. هو الخضار زي ما هو كده، بحط عليه بس ملح وكمون وحبه فلفل اسود صغيره وما يعني خل وليمون.
هنا كده كانت الخضره في حافظه الخضره دي انا كنت حطاها اليوم اللي انا ماشيه فيه، يعني بقالها 10 ايام، فاللهم بارك كانت حلوه قوي، ما كانش فيها غير عود واحد بس ولا بايظ، ومش عارفه ده اصلا كان بايظ من قبل ما احط ولا ايه يعني كمان، عشان ما اظلمهاش. هنا كده كنت حطيت الرز والسلطه، والسمك كان جه ففضيته كده. عايزه اقول لكم بقى اللهم بارك كان حلو قوي، والصبيط بصراحه انا كان نفسي فيه بقالي مده يعني، فجبته كده. قلت مش يعني هو الاكل جاي من بره السمك، ولكن ده ما يمنعش طبعا ان انا احطه كده في اطباق علشان خاطر الواحد نفسه تتفتح على الاكل. انا عايزه اقول لكم نوع طقم الاطباق اللي انا جايباه الاخر ده جميل قوي اللهم بارك يعني. هنا كده كنا اتغدينا، وكان طبعا باقي الليمون. عايزه اقول لكم يعني كميه ليمون لا نهائي، ده اللي باقي من ربع كيلو يعني ليمون. فطبعا كانت الرخامه اتزفرت، والبوتاجاز كان نضيف، ولكن بس كان مكان ما عملنا الرز فقلت اديله تلميعه كده سريعه هو والحيطان حواليه. ولكن السجاده كان عليها طبعا عليها رز وفتافيت وكده، فكانت محتاجه ان هي تتنضف. فقلت بقى ابدا كده ان انا اغسل الحيطان حواليه والشباك نفسه، وشكلي هرجع احط الازاز بتاع البوتاجاز تاني، لان بصراحه الازاز كان مانع ان الشباك يتبهدل معايا يعني. اديت تلميعه كده للبوتاجاز سريعه، والعين الكبيره دي بصراحه خلاص حيرتني، فشكلي هحط لها بقى بيكربونات وخل، وهشوف النتيجه يعني ان شاء الله باذن الله نعملها مع بعض. غسلت الاطباق، وعايزه اقول لكم الاطباق يعني ما شاء الله حجمها حلو، مش كبيره ومش صغيره، وشكلها لذيذ يعني اللهم بارك. مش ندمانه خالص ان انا جبتها. عوزة الخضار برضو من ضمن الحاجات اللي هي يعني ليها قيمه، بس انا بصراحه كنت مستغليها لما كانت ب 150 جنيه، بس مش معقوله اجيب حاجه تحافظ لي على خضره ب5 جنيه وهي ب150، بس لما بقى سعرها 55 بقت حاجه معقوله، بحيث ان هي تحافظ لي عليها. وفعلا قعدت فيها 10 ايام وكانت زي الفل. لمعت البوتاجاز كده وغسلت الرخامه ونضفت الارضيه، والحمد لله كده كان يومي خلاص شبه خلص. قلت بقى اصب كوبايه صودا، برضو دي من ضمن الحاجات اللي جابوها لي. انا كنت طالبه يعني، قلت له عايزه صودا، عايزه اي حاجه مش مقاطعه، فبعت لي برضو السبرايت. فبقى قلت بصراحه ما كانش فيه حيل ان انا اناهد يعني، كنت مفرهده خالص، فعم حطيت كوبايه الصودا كده وقلت اخدها واطلع اتفرج على التلفزيون. قلت بقى الواحد يروق على نفسه، لان بصراحه عملت مجهود النهارده في البيت كله. وبكده يكون فيديو النهارده خلص. يا رب يكون الفيديو خفيف ولطيف على قلوبكم. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد وروتين جديد. مع السلامه.